صباح الخير. بسم الله، شكله يوم خفيف وهقدر اخلص الشغل اللي عليا من يومين. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. احمد معلش، ممكن ترجع لي الفايل ده لو فاضي؟ ماشي، مفيش مشكله، تيجي. ميرسي. إيه لو ما فيهاش رزاله يعني. التاسك دي انا عطلانه فيها الصراحه، وبعدين انا عندي مشوار كمان نص ساعه ومحتاجه اروح اخلصه، فيعني لو ينفع تخلصها لي اكون شاكره جدا جدا جدا. ماشي ماشي، مفيش مشكله، تيجي. شكرا. وبعدين بقى ايه كميه الشغل اللي عليا ده؟ انا كده مش هعرف اخلص اي شغل عليا. انا لازم اقول لهم اني مش هعرف اكمل. ازاي هقول لهم لا؟ مش هينفع، دول محتاجين مساعدتي، وكمان لو قلت لا ممكن يكرهوني واخسرهم. لا 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 لا. كلمة حاضر بتريح، جملة كبرنا عليها كلنا، كبرنا واحنا مقتنعين بيها اني عشان اكسب اللي قدامي لازم اقول حاضر، لازم اوافق واجي على نفسي. فبقينا بنخاف نقول كلمة لأ عشان نحافظ على علاقاتنا والناس اللي في حياتنا. بس الحقيقة مع الوقت بنبدأ نلاقي نفسنا استنزفنا جدا، مش قادرين ندي، مش قادرين نفضل مكملين نحافظ على علاقاتنا. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامج على الكنبة. افرض يا باشا، افرض مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرض يا باشا. في دراسة نشرت في Journal of Personality and Social Psychology أثبتت إن الناس اللي بيقولوا بيعملوا كده تجنباً لإحساسهم بالذنب، مش لأنهم فعلاً قادرين وعايزين ده. بالرغم إن أبحاث كتيرة جداً أثبتت إن الشخص الحازم اللي بيقدر يقول لأ ويحط حدود ده بيخلي التوتر في علاقاته أقل بكتير. يعني السبب الرئيسي اللي علشانه بنيجي على نفسنا وبنفضل نقول طلع عكس ما كنا فاكرين. كل إنسان مننا ليه طاقة نفسية وجسدية محتاج يحافظ عليهم ويحط حدود علشان يحميهم، وده بيعمله عن طريق حاجة اسمها الأولويات. ودي كلمة هنحتاجها في موضوعنا النهاردة كتير جدا، لأن أي شخص بيعرف يحدد أولوياته ويعرف إيه المهم بيقدر بسهولة جدا يقول لأ بطريقة أسهل، ويعرف إمتى بالظبط يقدر يقولها من غير ما يضايق اللي قدامه. دايمون زهاريتس وضح لنا ده في كتابه The Art of Saying No، وقال لنا إنه المفتاح لقول لا دون الشعور بالذنب هو التركيز على أهدافك وقيمك. فالحل الأول والأمثل هو إنك تكون واضح في ترتيب أولوياتك وأهدافك. بعدها يلفت نظرنا دايما لأهمية الحدود اللي هتتكون تلقائيا لما أبدأ أعرف إيه المهم في حياتي وإيه لأ. ويقول لنا إذ لم تضع حدودك لنفسك سيضعها لك الآخرون. الحدود هي الشيء اللي بيحمي أي إنسان من الانهيار. كل ما بنكبر بنكتشف إن هي احتياج، مش مجرد رفاهية أو حاجة اختيارية لكل حد فينا، وللأسف عدم وجودها بيعرضنا للاستغلال، وده مش بيكون واضح في البداية، بس مع الوقت بنكتشف قد ايه تعبنا نفسيا وجسديا جدا. وبسبب خوفنا بنبطل نحط الحدود دي واحنا فاكرين ان احنا كده ناس احسن وان الناس كده هتفضل تحبنا. تيجي الصدمة هنا بقى لما نلاقي ان احنا بدل ما حافظنا على علاقاتنا انفجرنا في الناس اللي حوالينا، والعلاقات اللي فضلنا طول الوقت ده بنيجي على نفسنا عشان نحافظ عليها نلاقيها بتبوظ. لكن بيطمنا دايما ان الناس بتحترم جدا الشخص اللي بيحط حدود، ويقول لنا يحترم الناس من يضعون حدودا حتى وان لم يعجبهم ذلك. متخافش تحط حدود لنفسك. لو كل شخص مننا بدأ بنفسه وبدأ يحط حدوده هنلاقي ان الموضوع ده انتشر وبدأ يبقى ثقافة متعارف عليها وسط كل الناس. جينيفر موس مؤلفة كتاب لماذا نحن هنا قالت في تصريحات في شبكة CNBC الأمريكية إن إنجاز الأشياء دائما يسمى بالإنتاجية السامة. ما تخافش تحط حدود لنفسك. لو كل شخص مننا بدأ بنفسه وبدأ يحط حدوده هنلاقي إن الموضوع ده انتشر وبدأ يبقى ثقافة متعارف عليها وسط كل الناس. وقالت إنه ليه تأثيرات سلبية على الصحة والعلاقات الاجتماعية وكمان الإنتاجية المهنية للفرد. في النهاية
هنختم باقتباس من دامن بيقول إن قول لا مهارة، وكأي مهارة تحتاج إلى الممارسة لإتقانها. بالراحة على نفسك وواحدة واحدة هتعرف إزاي ترسم حدودك بطريقة صح وتقول لأ. لو عجبتكم حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهنستناكم في حلقة جديدة من برنامج على الكنبة.